أعتذر التسجيل فصل. مش مشكلة، نعاودو مرة تانية متاعت الأداة الاستفهام. قلت لك أول ما تجيك بالطريقة هذه جاتك جملتين صح ولا؟ بقى كويس. الأستاذ شنو بيقول لك join the sentences يعني اربط الجملتين هذو معي. ممتاز. عندي هذه الجملة الأولى انتهت بأداة الاستفهام، وهنا الجملة الثانية. كويس الكلام. قلت لك طول مباشرة يجي في دماغك أدوات الربط. شنو هم أدوات الربط؟ عندي and، كويس، وعندي or، ممتاز، وعندي but. 100%. كويس جدا جدا. بقى وتجي في دماغك تدور لي على أداة النفي not، تجيك بالطريقة هذه أو بالطريقة هذه. الطريقة العادية اللي هي هذه، طريقة الاختصار هذه باهي. وبتدور على حاجة اسمها أداة الاستفهام. كويس الكلام. عندي نط في الجملة ما عنديش، خطة له. عندي نط في الجملة ما عنديش، تمام، خطة له. كويس. لما عندي جملة منفية شو كنا نستخدمه في كلمة بط ولا؟ إذا نحي بط، لأن هذه نستخدمها لما عندي نفي. and في حالة جملة مثبتة. هذه جملة مثبتة، لا هذه جملة استفهامية. هذه جملة مثبتة، هذه جملة استفهامية. إذا نحي هذه. شو نفضل؟ or. وهنا ايش قلت لك؟ تدور على الجملة الاستفهامية. عندي أداة استفهام إيه؟ وينها؟ أهي. تمام. تعال هاي. تمام. جي تحط زي توا نقول do you like fish؟ ممتاز. do you like fish؟ تمام. وتحط الجملة الثانية do you like pizza؟ تمام. عندي جملتين صح ولا؟ do you like fish يعني هل تحب السمك؟ do you like pizza يعني هل تحب البيتزا؟ تمام. ونحط ما بينهم أداة الربط اللي هي شني؟ or. لأن or نربطها ما بين شني؟ جملة استفهامية وجملة استفهامية أخرى. تمام. فقاعدة جدا بسيطة، تبي شوية تركيز. وزي ما قلت لك أول ما يجيك السؤال تجي هنا ترسم هيك زلغيمة. تمام. زلغيمة هدية، وتكتب الأدوات. عندي and، وعندي or، وعندي but. كويس الكلام. وتدور على حاجات تانية. شنو هم؟ طريقة هادية. تكتب not، يا أما بتجيني بالطريقة هذه يا أما بتجيني مختصرة بالطريقة هذه. ممتاز. وترسم أداة الاستفهام وتدور. يلا هاي. لو لقيت أداة النفي not هدية شنو بتستخدم؟ but. إذا لو لقيت not نستخدم but على نفس الوزن. تمام. not أداة نفي not حنستخدم but. تمام. لكن حنلقى الجملة الأولى تكون مثبتة والجملة الثانية منفية. ممتاز. إذا في حالة وجود أداة النفي not نقوم باستخدام but، والزوز على نفس الوزن على نفس القافية. not نستخدم but. ممتاز. كويس. في حالة لقيت أداة الاستفهام اللي هي زي ما لقيناها تو هنا في الجملة واضحة، أداة الاستفهام شو نستخدم؟ or، اللي هي شو معناها؟ أو. وباش تحفظها انها ما زوز اور متكونه من كلمتين، ولا حرف الاو والار، ولا وحتى او متكونه من حرفين. عفوا اور هذه حرفين، او حتى هي حرفين باش يسهل الحفظ بس. تمام. فهذه في حالة السؤال. ممتاز جدا. and في حالة شني؟ صوت جمل مثبتة، يعني الجملة الأولى مثبتة والجملة الثانية مثبتة. موضوع سهل بسيط جدا، وقاعدة جدا سهلة وبسيطة. فقط انك انت تدير براكتس، يعني تتمرن على مجموعة اسئلة. وعندنا في كتاب النشاط اللي هو الورك بوك او الاكتيفيتي بوك مجموعة اسئلة حنحلوها مع بعضنا باذن الله بعد شوي. اذا ننتقل تو مع بعضنا الى السؤال اللي هو دي في كتاب الواجب. كتب لك join the following sentences، قم بربط الجمل التالية. ممتاز. كاتب لك هنا adding information، عندنا شوية معلومات إضافية. joining sentences اللي هي ربط الجمل باستخدام and but أو or، وهذه حكينا عليها بالتفصيل قبل شوي. ممتاز.
الإكزامبلز اللي هم الأمثلة، شنو عندي أنا من أمثلة؟ كاتب لك The burger was huge. It was delicious. جمل مثبتة الزوز. فيهم أداة النفي not؟ هل في أداة نفي not؟ لا. في أداة استفهام؟ لا. إذن هما زوج جمل مثبتة. في حالة الجملة المثبتة شو نستخدم؟ and، وهنا يربطهم ب and. The burger was huge and what? It was delicious. بس. الجملة الثانية أحمد saw an American football match. أحمد شاهد، تمام، مباراة كرة قدم أمريكية. بعدين كتب لك he didn't like it. وين أداة النفي؟ تمام، زي ما تفهمنا حل السؤال. هذه جملة مثبتة. هنا في جملة منفية هي اللي هي شو معناها not. وعلى نفس الوزن لما نقول not نستخدم but. ممتاز. تعال شوف معي. أحمد saw an American football match. أحمد شاهد كرة قدم أمريكية أو مباراة كرة قدم أمريكية، وربطنا ببات he didn't like it، لكن هو ما حبهاش، تمام، أو لم تعجبه 100%. نمشي اللي بعدها. كاتب لك you can have a sweater. شو معناها؟ يمكنك الحصول على سترة زي الجاكة. باهي you can have trainers. You can't have boat. بمعنى يمكنك الحصول على سويتر اللي هي سترة. You can have trainers اللي هو حذاء رياضي، تمام. بعدين كتب لك you can have a sweater or trainers. مفروض شنو في أداة استفهام، فكتب لك which words are missing from the last sentence، يعني شنو هي الكلمات المفقودة من الجملة الأخيرة. فنقدر نقول you can have a sweater or you can have a trainers. تمام. بح. تو تعال معاي للجزئية الأهم واللي هي الأسئلة هدية جدا مهمة. هنكتب لك جدا مهمة. جيك في اختبار، في تطبيق نصفي، في تطبيق عادي، في امتحان نصفي، وهكذا. بح. شوف معي. كتب لك The cheetah is a beautiful animal. It's very fast. الفهد حيوان جميل وسريع جدا. ممتاز. بكل بساطة جيت تحط أدوات الربط. عندي أداة الربط and، وعندي but اللي هي معناها لكن، هذه هي معناها وهذه هي معناها لكن، وعندنا or اللي هي معناها أو. كويس الكلام. دور لي على أداة نفي not، ومرات تجيني بالطريقة هذه فركز، وبالإضافة لأداة الاستفهام اللي هي هذه. ممتاز. ممتاز جدا. شوف الكلام. عندي أداة نفي هنا The cheetah is a beautiful animal. It's very fast. عندي أداة نفي؟ إذا لا، ما عنديش. نحط نحي not نحي but لأن مش هنستخدمها. تمام بقى. عندي أداة استفهام؟ لا، إذا نحي أداة الاستفهام ونحي or. شو فضلت؟ and هي اللي بنستخدمها. The cheetah is a beautiful animal and it's very fast. الفهد حيوان جميل وسريع جدا. شو اللي بعدها؟ I can play chess. أنا أستطيع لعب الشطرنج. I can play netball. أنا أستطيع لعب كرة الشبكة. I can't play volleyball. ولكني لا أستطيع، أو عفوا I can't يعني لا أستطيع لعب كرة الطائرة. ممتاز. زي ما اتفقنا نفس الكلمات. عندنا and، طبعا أنا نعلم فيك بشوية بشوية حتى تلقى روحك تحل طول بدون ما تكتب القاعدة هذه. عندنا but، عندنا or، عندنا أداة استفهام، وعندنا not. ممتاز. عندي I can play chess جملة مثبتة. I can play netball جملة مثبتة. I can't play volleyball هنا جملة منفية. ننزل الجملة الأولى زي ما هي. جملة مثبتة وجملة مثبتة باش نربط بأداة الربط and. هي and netball. بعدين جملة منفية not نستخدم، عفوا not نستخدم but I can't play volleyball، ونكمل باقي الجملة. ممتاز. اللي بعدها رقم 3. كتب لك elephants الفيلة live in Kenya. الفيلة تعيش في كينيا. elephants live in India. الفيلة تعيش في الهند. elephant don't live in Libya.
الفيلة لا تعيش في ليبيا. ممتاز. في أداة استفهام؟ لا، نحي هذه ونحي هذه. في أداة نفي وينها؟ هي. إذا حنستخدم هذه وحنستخدم هذه. في جملة مثبتة هي وهي، حنربطهم بأداة الربط and. فنقول elephants live in Kenya and India، ونستخدم but they don't live in Libya. but they don't live in Libya نقدر نحط they أو elephants، زو صح. Do you want fish for dinner؟ أداة استفهام. Do you want meat for dinner؟ أداة استفهام. هل تريد تناول السمك؟ هل تريد تناول السمك على العشاء؟ السؤال الثاني، هل تريد تناول اللحم على العشاء؟ ممتاز، كويس. شو بتكتب هنا؟ أداة استفهام. عندي نط في الجملة؟ لا، نحي هذه ونحي هذه. كويس. نزيد نعودها مرة ثانية باش تفهمها. عفوا، أدوات الربط تكتبهم. عندي and وعندي but وعندي or. ممتاز جدا. وعندي أداة نفي not اللي هي مرة تجيك بالطريقة هذه، وعندي أداة الاستفهام هذه أداة نفي وهذه أداة استفهام. الجملة الرابعة فيها أداة نفي not، ما فيش نحي not ونحي but. نحي not ونحي but. ممتاز. جملة مثبتة؟ لا، نحي and. جملة فيها أداة استفهام هي، أنا حنستخدم or. فبكل بساطة ننزل الجملة الأولى Do you want fish or meat for dinner؟ Do you want fish or meat for dinner؟ تمام. or do you want both؟ يعني هل تريد كلاهما؟ تقدر تديرها حتى بطريقة ثانية، تقول Do you want fish for dinner؟ تمام. or أو وتكمل باقي الجملة الثانية اللي هي أو تكمل تقول Do you want meat for dinner؟ والزوز إجابتهم صح. تمام. Do you want fish for dinner or do you want meat for dinner؟ هذه إجابة صح، لكن الأصح هي نقول Do you want fish or meat for dinner؟ يعني أتريد سمك أو لحم في العشاء، or do you want both يعني تريدني كلاهما. فأدوات الربط موضوع جدا جدا مهم، حاولت قدر الإمكان أني نفصل فيه قدر المستطاع باش يكون الموضوع سهل وبسيط. الأمثلة هذه تحفظوهم في أبلات تجيبوا فيهم. تمام. الأمثلة شرحنا هنايا، لكن الأهم الأمثلة هادو معايا. تمام. بهيك الحمد لله نكون انتهينا من الدرس السابع الوحدة الأولى. بالتوفيق، ونتلاقوا إن شاء الله في درس جديد بعون الله اللي هو الدرس الثامن.